البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكان أول تكريم لأبينا آدم عليه السلام وتكريم الإنسان في ناحية من النواحي العلمية أو في حفظه لكتاب الله أولى والأشجر بأن نكون مكرمين له، ونشكر السادة الذين قاموا بهذا التكريم والمنتمون لحزب الجماعة الإسلامية، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، ونشكرهم على هذا العمل الخالص لوجه الله تبارك وتعالى. وأول ما نبدأ في حفلنا هذا وفي تكريمنا هذا لأبنائنا الطلاب قراءة القرآن الكريم من الطالب أحمد الأنصاري، فليتفضل مشكورا. كشف معاه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. والآن مشتاقون إلى كلمة جمعية الصلاة والتنمية، ويقولها فضيلة الشيخ شامي محمد عبد العال، فليتفضل مشكورا. الحمد لله على ما أنعم حمدا فيه يجلو عن قلب العلا، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأحبة الكرام، حقيقة أنني أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا في هذه القلعة والحصن الحصين وبوابة الإسلام وخط الدفاع الأول، ذلك المعهد الأزهري. فالأزهر أيها الحضور الكرام هو خط الدفاع الأول للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. فشرف لكم أيها الطلاب الكرام أن تنتسبوا إلى هذه المؤسسة العريقة، مؤسسة الأزهر الشريف. أدام الله تعالى عليكم هذه النعمة. لكن أيها الأحبة الكرام، إن النعمة لا بد لها من شكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه سبحانه وتعالى في أمة متخلفة متأخرة في كل شيء، لكن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا شرف هذه الأمة بهذا الكتاب الكريم القرآن الكريم. إخواني الطلبة الكرام، إنني اليوم أذكركم بهذه النعمة العظيمة. أنتم في هذا المعهد الكريم تتعلمون كتاب الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى قد اختاركم أيها الطلبة الكرام لتكونوا من حملة كتابه الكريم. واعلموا أيها الطلبة الكرام أن الله تعالى لا يعطي هذه النعمة أي أحد من خلقه، بل لا يعطي الله تبارك وتعالى القرآن الكريم إلا لمن اصطفاه. قال ربنا جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والله تبارك وتعالى جعل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقول الإمام الجزري رحمه الله تعالى:
يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في شأن حامل القرآن: وأنهم في الناس أهل الله وأن ربنا بهم يباهي. اعلموا أيها الطلبة الكرام يا حملة كتاب الله جل وعلا، اسمعوا إلى هذه الأبيات التي يقولها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفصلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترتاده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سلا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. أيها الطلبة الكرام، إن الله تعالى أنعم عليكم بهذا القرآن الكريم وعلمكم هذا القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا أنتم فاعلون بهذا العلم الذي تعلمتموه؟ إن الله تعالى سيسألكم عن هذا العلم الذي تعلمتموه على يد أساتذتكم ومشايخكم الكرام. هل بلغتموه للناس؟ هل دعوتم إلى الله تبارك وتعالى؟ حتى لا أطيل عليكم أيها الحضور الكرام، نصيحة أقدمها لإخواني من الطلبة الكرام: اعلموا أن القرآن لا يؤخذ من المصحف، لكن القرآن لا يؤخذ إلا على يد المشايخ المسلمين، فالقرآن جاء إلينا مسلسلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم أيها الطلبة الكرام أن تسعوا إلى أخذ الإجازات على يد مشايخكم الكرام. هذه نصيحة أقدمها لكم، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ رجلا، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولم يمد الهم، فقال له عبد الله بن مسعود: ما هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: كيف أقرأك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأني هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد الألف كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم أيها الحضور الكرام أن تتقنوا كتاب الله تعالى تعلما وتلاوة وتدبرا وحفظا. جعلني الله وإياكم من أهل الله وخاصته، أهل القرآن الكريم. ونقدم لحضراتكم أننا معنا مشايخ كرام تعلموا في الأزهر الشريف يعلمون القرآن الكريم في مسجد الشيخ منصور، فعلى من يرغب من إخواننا أن يأتي إلينا ونحن نستقبله ونعلمه بعضا مما تعلمناه في الأزهر الشريف. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.